اللي غادي يتم ما نسبقوش الاحداث. هو مشى خبرنا، واليوم جلالة الملك ما قالش، ما قال لا اعترفوا ولا ما اعترفوش، ما هدرش. غادي نشوفوا واش غادي يوقع في الساعات القادمة. في حالة اعتراف فرنسا رسميا بسيادة المغرب على الصحراء، يا ويلك يا نظام العسكر، خصوصا على مستوى مجلس الأمن ودوك البطولات الوهمية اللي راك ديرها على مستوى مجلس الأمن، وتدعي أنك راك تنصر في القضية الفلسطينية، وأنت أكبر خاين للقضية الفلسطينية. أنت أكبر خاين للقضية الفلسطينية. أنت خاين بكذبك وبنفاقك وبسعيك لتقسيم المغرب وسعيك لإضعاف الموقف نتاع دول شمال افريقيا وتاع دول العالم العربي والعالم الاسلامي. الموقف اللي المفروض انه يكون موقف تضامني مع الشعب الفلسطيني، وتروح تتكلم عن القضيه الفلسطينيه، وانت فقط غايتك انك تسوق داخليا على ان زعما شغل رانا مع الشعب الفلسطيني، وانت كذاب. انت كذاب يا نظام العسكر، انت كذاب يا نظام العسكر. قلت في حال يعني تبني الموقف بشكل رسمي من قبل فرنسا، الأمر سيكون قوي وصعيب على عصابة العسكر داخل أروقة مجلس الأمن. واللي راهم خايفين منها يعني زوج صوالح: التغير تاع الموقف الفرنسي وعودة الجمهوريين إلى الحكم في البيت الأبيض، يعني عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان له يعني هو اللي أعلن عن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء. وكانوا ظانين بأن بايدن لما يحكم غادي يغير الموقف. هما راه حاسبين الامريكان كيما هما رجعوا بلادنا زريبة، حاسبين الدول الأخرى كيفهم دي ريبيبليك بانانيير. وزادت صفعتهم السفيرة الأمريكية مؤخرا في قلب العاصمة الجزائر، قلت لهم احنا الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء قرار لا نتراجع، حقيقة تاريخية، حقيقة. وما قاعدين يسوقوا هذه غير تغريدة وهذا كذابين على خاطر علاش؟ الكذب حبل قصير، الكذب حبل قصير، والكذب عباية قصيرة. تكذب بعد يفيقوا بيك. وها هي الحقيقة أكدتها لكم السفيرة الأمريكية. قلت دروك على مستوى مجلس الأمن طبعا اللي غادي يوقع، وفي حضور الجزائر داخل مجلس الأمن موندا دو 2 ans 2024 و2000. هو نورمالمون غادي نشوفوا كيفاش غادي تعبر فرنسا في الموقف نتاعها في الرسالة اللي من المفروض أنها الرسالة غادي يوجهوها لملك المغرب ماكرون. ثم غادي يعنوا على الموقف الذي هو ديجا راه صادم لعصابة العسكر. ودوك تبدا تتحرك الآلة الإعلامية الفاشلة، ديك الصحافة الصفراء نتاع عصابة العسكر اللي يعني مبهدلة بالمشهد الإعلامي في البلاد. طبعا احنا نعيش الآن الفصل الأخير، ولا دخلنا في لو ديرني الفيراج نتاع هذا الملف الذي عمر طويلا، هذا الملف اللي تاجر به هذا النظام منذ سنة 1975 باش يصادر إرادة الشعب الجزائري وباش يبقى مسيطر على 2024 وما بقى والو. والمنعطف الأخير دخلته هذه القضية، وهذه القضية سيتم حسمها على مستوى ملف مجلس الأمن. ولن تستطيع يا نظام العسكر الصمود أكثر مما صمت، لن تستطيع، لأن العالم درك فاق بيك وعرفك باللي أنت نصاب، أنت محتال، أنت كذاب، أنت تدعي أنك تشتغل من أجل يعني أو تنصر حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأنت مصادر إرادة الشعب الجزائري. شكون اللي يصدقك يا عصابة العسكر؟ شكون اللي يصدقك؟ الأكاذيب نتاعكم العالم فاق بكم. وفرنسا اللي كانت تدعمكم، وفرنسا اللي كانت تغطي عليكم، وفرنسا اللي كنتوا تتنفسوا بالدعم نتاعها دارت عليكم. وطبعا هناك معطيات وهناك تطورات وهناك إلى أن تصحح فرنسا موقفها وتتحمل مسؤوليتها
مش فقط تجاه المغرب بل تجاه كل منطقة شمال افريقيا، وهذا اللي نتمناه، هذا اللي رانا نتمنوا فيه، لان احنا ضحية دعم فرنسا لهذا العصابة نتاع العسكر، لانه كانت عندنا دولة مدنية ديمقراطية ما كناش نعيشوا هذه المآسات في بلادنا ومع محيطنا الإقليمي، ما كناش نعيشوا هذا الوضع الغريب بالنسبة للعلاقات ما بين الجزائر والمغرب. إذن هذا النظام خسر أوراقه،